الفيلم بيحكي عن شخص اسمه بيموس بيبيع للناس حيوانات هجينة بين الفيلة والخيول اسمها ثوريفاند، وبيقول لهم إن الحيوانات دي بتقدر تتواصل مع البشر، وبيبهرهم لما بيخلي حيوان صغير منهم يتكلم ويقول إن اسمه موسلي. وطبعا الناس مش بتصدق والبيع بيتحول لمزاد والسعر بيعلى على الحيوانات. ووسط كل ده الحيوانات الغلبانة مش فاهمين إيه اللي بيحصل وبيعيطوا. وبتعدي 25 سنة من الموقف ده وبنشوف الحيوان الصغير اللي اسمه موسلي كبر واتجوز وبقى عنده ثوريفاند صغير اسمه رو. وموسلي كان عايش في مزرعة شخص اسمه سايمون وبيشتغل فيها زي العبيد، بس كان مستحمل علشان عيلته يعيشوا في امان. وفي يوم ما طلعلهوش شمس وصل بيموس لمزرعة سايمون وفضل يقنعه يستصلح الأراضي اللي حوالين مزرعته، وخلاه اشترى منه ثوريفاند عجوز اسمه توربن. مش بس كده، ده كمان حاول يقنعه يبيع له رو ابن موسلي علشان يبقى معاه فلوس يستصلح الأرض. وطبعا وقتها موسلي حاول يتدخل وقال لسايمون ما تسمعش كلام الراجل ده، الأرض اللي حوالينا صخرية ومش صالحة للزراعة. بس سايمون اتضايق وزعق لموسلي. وقتها رجع موسلي لمراته وعرفنا انها حامل وتعبانة، ورو طلب من موسلي يروح معاه الكهف شافه وهو بيلعب في الغابة. ولما موسلي راح معاه اتفاجئ بفراشات منورة راحت وراهم لحد الكهف، وهناك لقى الكهف ده مرسوم عليه حيوانات الثوريفاند بس واقفين على رجليهم زي البني ادمين وبيشتغلوا بايديهم. وقبل ما يفكر في اللي شايفه وصل لهم توربن وقال لهم ان اصل كائنات الثوريفاند انهم بيقفوا على رجليهم، لكن بعد ما البشر عرفوا انهم اقوياء واذكياء شغلوهم عندهم من غير رحمه. وعرفهم ان مجموعه كبيره من الثوريفاند هربوا للشمال، واللي اتبقى منهم مع البشر عايشوا زي العبيد، ومن كتر التعب من الشغل بقوا بيمشوا على ايديهم ورجليهم. وقتها موسلي اخد ابنه ورجع الكوخ بتاعه، وبعد ما نيمه حكى لمراته اللي عرفه، وهي قالت له انه لازم يدور على ثوريفاند الشمال علشان يساعدوهم يخلصوا من سايمون. في الوقت ده سمعوا سايمون بيقول لبيموس انه هيبيع له رو اول ما بيرا مرات موسلي تولد. وطبعا بعد الكلمتين دول الخوف بدأ يدخل قلب موسلي، وتاني يوم بدأ موسلي شغل مع سايمون اللي خلاه يجرب في الارض الجديده. وبسبب الصخور المحراث اتكسر وموسلي وقع، وغير كده كمان سايمون ضربه. وساعتها موسلي اتأكد ان مراته عندها حق ولازم يلاقي ثوريفاند الشمال علشان يساعدهم. وبسرعه جرى موسلي في اتجاه الغابه، وسايمون ومجموعه من الناس راحوا وراه بس محدش قدر يمسكه. ولما رجع سايمون قفل على رو ومامته الكوخ علشان ما يهربوش هم كمان. وبالنسبه لبيموس قال لسايمون ما تقلقش، بكره اجيب لك صياد محترف يمسك لك موسلي ويرجعه. وفعلا تاني يوم بيموس جاب الصياد، وسايمون وعده بفلوس كتير لو رجع له موسلي. واول ما الصياد راح في اتجاه الغابه بيموس بعت 2 وراه وقال لهم يراقبوه ويقولوا له ازاي بيمسك الثوريفاند. وقتها كان موسلي في الغابه وهو ماشي وقع في فخ في الارض، وبعد شويه شاف خيال الصياد بيقرب منه، وقبل ما يفكر هيتصرف ازاي واحد من اللي بعتهم بيموس وقع في نفس الفخ. وفي اللحظه دي موسلي استغل الفرصه ونط عليه وهرب. ولما الصياد شافه فضل يطارده لحد ما موسلي لقى نفسه عند الشلال، وهو بيهرب من الصياد وقع واغمى عليه. ولما فاق لقى نفسه ورا الشلال في مكان غريب، والمفاجاه انه لقى قدامه 3 من الثوريفاند بيتخانقوا مع صاحبهم اللي عنده زهايمر وجايبهم لحد المكان الغريب ده. والثوريفاند لما شافوا موسلي استغربوا وقالوا له انهم ما كانوش يعرفوا ان في ثوريفاند عايشين بره مدينتهم. وقتها فرح موسلي ان في ثوريفاند غيرهم هينقذوه، وحكى لهم حكايته وطلب منهم المساعده. والثوريفاند وارني قال له يروح معاهم لمدينتهم وهناك هيلاقي المساعده. وطبعا موسلي ما صدق وراح معاهم، وفي الطريق كان مندهش من طريقه مشيهم، وهم وصفوا له انهم بيمشوا على رجليهم وايديهم بيستخدموها في الاكل والشغل. وفي اللحظه دي كان الصياد وصل للمكان اللي ورا الشلال وكمل في نفس الاتجاه اللي مشى فيه موسلي. اما موسلي الثوريفاند وصلوه عند الغابه الملعونه وقالوا له انهم هيلفوا حواليها لانها خطر وكل اللي بيدخلها ما بيخرجش. بس لان موسلي مستعجل قال لهم ان في كهف تحت الغابه ممكن يعدوا منه، واقنعهم يسمعوا كلامه. لكن اول ما دخلوا الكهف الاشجار اتكسرت عليهم وخرجوا بسرعه وهم مرعوبين، وقرروا يرتاحوا ويكملوا تاني يوم الطريق من حوالين الغابه. بس بالليل الثوريفاند جالن شاف الفراشات الملونه وفضل ماشي وراها. ولما موسلي والثوريفاند حاولوا يوقفوه لقوا الصياد وراهم، وموسلي قال لهم انه محترف. وجالن من غير ما يفكر رمى نفسه من فوق التل، وانبهروا الثوريفاند لما لقوا الفراشات طايرين بيه وبسرعه عملوا زيه، والفراشات طيرتهم بعيد عن الصياد واخدتهم للمدينه. وهناك كانت المفاجاه الكبيره لموسلي لانه لقى كل الثوريفاند عواجيز ومفهومش ولا واحد يقدر يساعده. وطبعا اتعصب وكان عايز يسيبهم ويرجع لعيلته، بس ديفر اقنعه يستنى معاهم لحد ما يقابل ملكه المدينه. في الوقت ده كان بيموس رجع لمزرعه سايمون واخد منه توربن علشان يبيعه لحد تاني، ورود ضايق لما عرف ان توربن هيسيبه. بس توربن قبل ما يمشي قال له ان موسلي راجع واكيد مع الحل اللي
هينقذهم. وبعدها بيعدي كام يوم وبتولد بيرة وبتجيب سوريفاند صغيرة بتسميها روزي. أما موسلي بيقابل الملكة وبتقوله إن هي وكل السوريفاند على استعداد يساعدوه هو وكل السوريفاند اللي عايشين مع البشر. وفي اللحظة دي بيعرفوا إن الصياد وصل للمدينة، وبيخرجوا السوريفاند وبيطلبوا منه يسيب مدينتهم ويمشي، لكن هو بيضربهم بسهم بيجي في جالن. ولما موسلي بيحاول ينقذه ما بيقدرش، وساعتها بيقرر ينتقم من الصياد وبيقول للملكة تستخبى وتبلغ السوريفاند ما يظهروش أبدا مهما حصل. أما هو فبيروح للصياد وبيخليه يطارده لحد ما بيوصل للغابة الملعونة، وهناك الصياد بيضرب موسلي بالسهام وبيوقعه على الأرض. بس بيتفاجئ إن بتظهر قدامه فراشات كتير وبياخدوا موسلي وبيختفوا، وهو بيفضل في الغابة الملعونة لوحده. أما الفراشات بياخدوا موسلي للشجرة المقدسة وبعدها بيرجعوه عند السوريفاند اللي بيفرحوا لما بيعرفوا إنه عايش. وبعد ما الفراشات بتعالج موسلي بتأكله من ثمار الشجرة. وبعدها بيجي اليوم اللي سايمون بيبيع فيه رول بيموس، وبيتفاجئوا بإن موسلي وصل لهم وهو واقف على رجله وبيقول لسايمون يسيب عيلته. ولما بيفكر سايمون يضربه موسلي بيمسكه وبيفهمه إن ده كان زمان. وقتها رو بيبعد عن بيموس وبيروح بسرعة لباباه، وموسلي بيسلم على عيلته وبيستقبل روزي وبيأكلها هي ورو وبيرة من ثمار الشجرة المقدسة. وبعد ما بيقفوا على رجليهم بياخدهم علشان يعيشوا بسلام بعيد عن البشر. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.